في هذا الفيديو سوف نتطرق إلى خلاصة تفسير الطبري إن شاء الله، ونبدأ أولا بتفسير سورة الفاتحة على بركة الله على يد الشيخ عقيل بن سالم الشمري، فتابعونا وجزاكم الله كل خير. من تفسير الطبري اختصره الدكتور عقيل بن سالم الشمري. سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أستجير بالله دون غيره من سائر خلقه من الشيطان أن يضرني في ديني الملعون المشتوم. والشيطان في كلام العرب كل متمرد من الجن والإنس والدواب وكل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. أدب الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بتعليمه تقديم ذكر أسمائه الحسنى أمام جميع أفعاله، ومقدم إليه في وصفه بها قبل جميع مهماته، وجعل ما أدبه به من ذلك وعلمه إياه منه لجميع خلقه سنة يستنون بها وسبيلا يتبعونه عليها. والمعنى: أبدأ بتسمية الله وذكره قبل كل شيء. الله الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق، رحمن جميع خلقه في الدنيا والآخرة، ورحيم المؤمنين خاصة في الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين. الشكر خالصا لله دون سائر ما يعبد من دونه، بما أنعم على عباده من غير استحقاق منهم لذلك. السيد الذي لا شبه له ولا مثل في سؤدده، والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه. والعالم اسم لأصناف الأمم، وكل صنف منها عالم، وأهل كل قرن من كل صنف منها عالم ذلك القرن وذلك الزمان. فالإنس عالم والجن عالم، وكذلك سائر أجناس الخلق، كل جنس منها عالم زمانه. الرحمن الرحيم. رحمن جميع خلقه في الدنيا والآخرة، ورحيم المؤمنين خاصة في الدنيا والآخرة. مالك يوم الدين. الله يملك الحكم بينهم وفصل القضاء، متفردا به دون سائر خلقه، ولا يملك أحد معه حكما في يوم الحساب والمجازاة بالأعمال. إياك نعبد وإياك نستعين. لك اللهم نخشع ونذل ونستكين، إقرارا لك يا ربنا بالربوبية لا لغيرك. وإياك ربنا نستعين على عبادتنا إياك وطاعتنا لك، وفي أمورنا كلها لا أحد سواك. اهدنا الصراط المستقيم. وفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له من أنعمت عليه من أنبيائك وأهل طاعتك، من السبيل والمنهاج الواضح الذي لا اعوجاج فيه. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا يا ربنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم الذين وصفهم الله بقوله: وغضب الله عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وغير النصارى الذين أضلهم الله بقوله: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل.
الخلاصة من تفسير الطبري.